يسعدكم، يسعد كل أوقاتكم. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكون بأفضل حال يا رب. وأهلا وسهلا فيكم معنا بقناتنا. اليوم رح نعمل مع بعض أطيب عجينة للبيتزا ولجميع أنواع المعجنات. رح تكون معكم إن شاء الله طيبة طرية وهشة وقطنية. بتمنى منكم إنكم تجربوها، تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات كيف طلعت معكم، ولا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك وشير. وأهلا وسهلا فيكم معنا جميعا. أول شيء بنبلش فيه الطحين. عندك نفس مقدار الكاسة اللي رح تستخدميها بالأول بقياس الطحين، خليها مكملة معك لآخر المقادير. أول شيء أنا هون استخدمت 5 كاسات من الطحين متعدد الاستخدامات، بنضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح، والكاسة السادسة إن شاء الله حسب بنضيفها حسب حاجة العجين لإلها. نتركهم على جنب وبنحضر الخميرة. عندنا الخميرة الفورية نوعها فرنسي، بنضيف عليها معلقتين كبار من السكر وكاسة ونص من المي، اللي هو تقريبا نص كوب اللي هو اللي قسنا فيه الطحين. بنخليها لتفور مع بعض وبنحضر الخليط السائل. بالنسبة هون كل 6 كاسات من الطحين رح تحتاج عندك لكاستين ونص من الحليب. عنا حطيت كاستين حليب، وعنا كمان النص كاسة حطيتها للخميرة. رح تحتاج عجينتنا لثلث كوب من الزيت النباتي. بنضيف ربع الكمية على الخليط السائل، بنحركهم كثير كويس، والباقي بنضيفه أثناء العجن. الطحين عنا بنضيفه على مرحلتين. زي ما انتم شايفين نزلت نص مقدار الكوب، ضل عنا النص الثاني. بنشوف حسب حاجة الطحين أو العجين لإلها أو لا. بنقلبها كثير كويس. بنضيف عليها حبة من البيض. بنبلش نعجن فيها. بنضيف كمية الزيت النباتي المتبقية عنا. بعد ما عجنتها تأكدت إنها بحاجة للنصف الثاني، هيك إحنا بنكون استخدمنا 6 أكواب كاملين من الطحين. بنعجنها كثير كويس. بعد ما نعمناها صارت عنا بهالشكل، وهيك بتكون عنا جاهزة للتخمير. بنغلفها وبنحطها بمكان دافي لمدة ساعة. بالنسبة عنا للخضار، طبعا مثل ما انتم بتحبوا تضيفوا دجاج او لحمة، اللي بدكم اياه. طبعا انا هون اكتفيت بالخضار فقط، اللي هو الفلفل الرومي الحلو بألوانه، وحبة من البصل يلي بحاجة للتقطيع، قطعناهم بنقطعهم كاملين. شوف الألوان كيف شكلها بتجنن، كثير حلوة.
سبحان الله. وهيك بعد ما كملنا فرم الخضار احنا رح نكون بحاجة لزيتون أسود، تقدري تستبدليه بالزيتون المنزلي، والجبنة أي نوع بتحبيه طبعا. بالنسبة للجبنة أنا طبعا راح أخلطها بجبنة موتزاريلا. وهاي عجينتنا طبعا الحمد لله صارت جاهزة ناجحة، وما بتتخيلوا كيف طلعت ناجحة معانا بشكل ما شاء الله. بنفرغ الهواء منها. وهيك بنقسمها لكرات حسب انتي ما بتحبي طبعا. ما شاء الله عنا كمية العجين عملت عنا كمية كثير كويسة. بعد ما نفردها بنحطها بالصينية اللي راح نخبز فيها، وبنتركها على جنب. العجينة كل ما تريحت كل ما كانت معك أحسن وأفضل. ما شاء الله الكمية كبيرة عنا. طبعا أنا حبيت إني أعمل واحدة بتكون رويمة، واحدة من الصواني تكون رويمة طبعا حسب طلب أولادي ما شاء الله عليهم، والباقي عملتهم طبقة رقيقة من العجين. وطلعت معنا طبعا ما شاء الله خرافية. الصواني كلها كثير بتشهي. وهيك بعد ما فردناها صارت جاهزة إنها نحطها بالصينية. وآخر قطعة ما شاء الله حبيت أعملها سندويشات، طبعا خبز سندويشات للمدارس. تقدر تستفيدي من العجينة لجميع أنواع المعجنات. بتمنى منكم إنكم تجربوها. لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك وشير، وأهلا وسهلا فيكم معنا. بالنسبة لنا لصلصة البيتزا طبعا أضفت كاتشب وكمان معجون الطماطم، وبتقدري تضيفي على الخليط رشة من الزعتر الناشف. أنا مش متوفر عندي حاليا بس ما عليه، جربوها انتو واكتبوا رأيكم. وهيك
بنبلش بالخضار زي ما انتم متعودين او شايفين يعني قبل. بنضيف من البصل حسب ترتيب لكم، يعني انتوا زي ما بتحبوا انتوا ترتبوه، الفلفل الملون، بعد هيك الجبنة او الزيتون، اخر شيء طبقة الموتزاريلا. وبنكمل باقي الصواني على هالأساس. وهيك صاروا جاهزين لندخلهم على الفرن على درجة حرارة 200 تقريبا. راح ياخذوا معاكم من 15 إلى 20 دقيقة وبكونوا عندكم جاهزين للتقديم. وألف صحة وعافية على قلوبكم.